على مسافة تقارب 40 كيلومتراً شمال مدينة الداخلة، وفي نقطة فريدة حيث يتعانق المحيط الأطلسي مع رمال الصحراء. يتبلور مشروع ميناء الداخلة الأطلسي كأحد أكبر الأوراش الهيكلية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة. هذا المشروع الملكي الطموح الذي ينجز تحت الإشراف والتوجيه السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يندرج ضمن رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى ترسيخ موقع المغرب كفاعل بحري واقتصادي وازن على الصعيد الإفريقي والدولي. ويأتي هذا الورش في إطار الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030، كما يشكل دعامة أساسية للنموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية، إذ يجمع بين الأبعاد الاقتصادية واللوجستية والاجتماعية، ويسعى إلى إرساء دينامية تنموية مستدامة تعزز ربط الجنوب المغربي بشبكات التجارة والطاقة العالمية. وفي تصريحات صحفية أوضحت نسرين إيوزي المسؤولة عن تهيئة ميناء الداخلة الأطلسي أن وتيرة إنجاز المشروع تسير وفق التوجيهات الملكية الرامية إلى تطوير الساحل الأطلسي وتعميق الشراكات مع الدول الإفريقية، مؤكدة أن نسبة تقدم الأشغال بلغت حوالي 40%. كما أشارت إلى أن أشغال الجسر البحري الذي يمتد على طول 1.3 كيلومتر وصلت إلى 85%، ما يشكل مرحلة متقدمة في ربط الميناء باليابسة. وقد تم إلى حدود الساعة تصنيع أزيد من 125 ألف كتلة خرسانية، أي أكثر من نصف العدد المخصص لحماية السواحل، في وقت تتواصل فيه عمليات الردم وإنجاز الأرصفة وفق برمجة زمنية دقيقة مع احترام صارم للمعايير الدولية للجودة والسلامة. ومن المرتقب أن تصل القدرة الاستيعابية للميناء إلى 35 مليون طن سنوياً، مع توفره على بنية تجهيزات متطورة قادرة على معالجة مختلف أنواع السلع، بما فيها الحاويات بطاقة تصل إلى 1,000,000 حاوية نمطية، إضافة إلى البضائع السائلة والصلبة، ومرافقاً خاصة بالصيد البحري وصيانة السفن. كما ينتظر أن يطلع الميناء بدور استراتيجي في تصدير الهيدروجين الأخضر، خصوصاً في شكل الأمونيا، انسجاماً مع التوجه الوطني نحو الطاقات النظيفة. وعلى المستوى الاجتماعي أسهم المشروع في إحداث أكثر من 2500 منصب شغل مباشر، مع آفاق واعدة لخلق فرص إضافية بفضل النسيج الاقتصادي المرتقب حول الميناء. وفي هذا الإطار يتم الإعداد لمنطقة صناعية ولوجستية متكاملة تمتد على مساحة 1650 هكتاراً، موجهة لاحتضان مشاريع في مجالات الفلاحة الصناعية، الطاقات المتجددة، الصناعات البحرية، ومواد البناء. ويعتمد المشروع مقاربة بيئية مستدامة من خلال تقليص الانبعاثات الكربونية عبر تحسين سلاسل النقل والاعتماد على الطاقة الشمسية وإعادة توظيف مواد الحواجز المؤقتة، فضلاً عن ترشيد استهلاك المياه بواسطة أنظمة حديثة للمعالجة وإعادة الاستخدام. ومع استمرار الأشغال بوتيرة منتظمة، يرسخ ميناء الداخلة الأطلسي مكانته كمشروع استراتيجي يعيد رسم ملامح التنمية في الجنوب المغربي، ويعزز دور المملكة كجسر يربط بين إفريقيا وأوروبا والأمريكتين في أفق تنمية شاملة ومستدامة.